السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الناس تكون جميعا بخير وكل حلو والدنيا زي الفل. احنا حلقة النهاردة ان شاء الله كده خفيفة على قلبكم. هنتكلم عن اللبس وعن المظهر الخارجي، فبالتالي ده يعني مثالي هيشمل حاجات اشمل شوية من اللبس. ممكن يكون ايه؟ شعرك، تسريحته، دقنك، تظبيطتها لو ربنا رزقك بدقن، عشان الحاجات دي ارزاق والله العظيم. يعني يا بخت اللي عنده دقن ولا عنده فلوس. انت ايه رايك في اللي بيزرعوا دقنهم؟ انا ما كنتش عارف ده شيء بيحصل. لو في ناس تعمل كده اللي هو المناطق الخاليه وكده، وزيت شعر وزيت يعني شعر ويطلع لك مش عارف ايه وبتاع. دخلت زيوت وحاجات دي عشان تحافظ على الشعر اللي موجود، مش عشان تطلع. لا بيقول لك بقى تكثف اللحيه وكده. مش عارف والله، انا عندي ما بشرب انت عشان مش محتاج ما شاء الله اللهم بارك. طيب انا كان متهيألي من ضمن المشاكل الاساسيه في الموضوع ده الناس مديه الموضوع اللبس اكبر بكتير من حقه. وصدفه ان انا كنت رحت على النقيضين. يعني رحت ان انا في مره في وقت من الاوقات كنت مهمله بشده، وقت تاني كنت يعني مهتم بيه بزياده عن اللزوم. ويعني حصل ان بقى فيه بقى كده بعض الملاحظات في المرحله دي والمرحله دي، فالصراحه انا طالع اشاركها مع الناس، وان احنا في الاخر كل حد يختار مرحله الوسط المناسبه بالنسبه له، مناسبه لاسلوب حياته، ونبتغي بده وجه ربنا برضو في الاخر. او يعني ان اللبس ده في الاخر بيبقى معين على صفاء ذهنك، معين على حاجه تانية ممكن في الاخر سهل ربطها بالاخره ان شاء الله. يعني فنطلع ندردش النهارده ونحاول نطلع بشيء مفيد. يلا بينا. السؤال الاول، شايف انا ما عنديش مقدمه بعد اللي انت قلتها، خش في السؤال الاول على طول. لماذا نحن هنا؟ بتحب نلبس ليه اصلا؟ للستر رقم 1. رقم 2 بقى ضروره يعني. ده بقى معلوم بالضروره. فتخيل بقى ان الستر ده في حد ذاته اصلا محتاج توصيف. يا نهار ابيض. تستر ايه وما تسترش، يعني فاهم ايه اللي لازم يتستر وايه اللي فاهم. يعني احنا للاسف يعني هننط، يعني عارف انت الموضه بتاعت التقطيع والحاجات دي، تحس ان هي يعني نفت اصلا هدف اللبس. والله العظيم الموضوع بقى مأساة بالنسبه لي. يعني فاهم ان حد لابس بنطلون جينز بس ما ينفعش يصلي بيه، اللي هو الله عليك. انت اصلا فاجئته دلوقتي انه ما ينفعش يصلي بيه. يعني هو ما عندوش المعلومه دي. انا دي بتبقى قصه بالنسبه لي برضو. يعني في برضو اللي هي قطعه اللي هي من تحت الجيب، اللي هو انت تشوف القطعه بس تشوف الكفر بتاع الجيب. ايوه. فهو الراجل بيقول لي، بقول له انت عارف انك ما ينفعش تصلي ده؟ يقول لي ايوه بس انا لا، ما انا بحط الجيب يعني بحط تقيله في جيبي عشان يفضل الكفر مغطي. فاهم اللي هو انت بتتكلم جد يعني؟ هو ده نقاش حقيقي يعني. انا مش بحلم دلوقتي يعني. تحس والله تو ماتش ايفورت عشان بس نلبس حاجه مقطوعه. يعني عشان نلبس حاجه مقطوعه، يعني احنا يعني بنتبع موضه ما انزل الله بها من سلطان، وبعدين نقعد نفكر ونبذل مجهود عشان نخلي الموضة دي مناسبة لأصلنا، وإن هي تكون بتستر العورة وينفع. يعني أنا واحد من قرايب يعني الله يبارك له اشترى بنطلون من البنطلونات الترند دي، بس طبعا مش هينفع يلبس بنطلون مقطوع، فراح بقى قلبه وخيط كل الظهر ببطانة. فاللي هو طب انت جايبه من الاول مقطوع ليه؟ لا الله. انا اعصابي بتتعب والله العظيم. زي ما قلت احنا خلينا نغير موضوع القطع ده عشان برضه احنا مش جايين يعني نرجع تاني نسلخ هذه الفئه. لا هي هتتسلخ نرجع تاني. احنا بنتكلم عن الموضوع قدر الامكان بشكل مجرد عشان نفهم الفكره يعني. بالظبط. فاحنا الاصل ان احنا رقم 1 اللبس ده ستر، رقم 2 التمييز. يعني المفروض لبسك يميز انت راجل ولا انثى. لا وجزء من الهويه. وعلى فكره ماشي، ما هو ده اول تمييز الجنس، تمييز جنسك، لانه مفترض يعني انه مش المفروض ان نلاقي ست لابسه لبس رجال ولا ذكور، لما اصلا مش ينفع نسميهم رجال، لابسين لبس بناتي. تمام. بغض النظر ان برضو يعني حصل تمييع حاليا في الموضه، وان كل حاجه تكون يعني مش عارف بيسموها ايه اللي تنفع للاثنين يعني. وهكذا.
وحدية الجنس المهم يعني فده كده يبقى قلنا رقم 1 الستر الاساس، تمييز. وقلنا في التمييز ده اما تمييز جنس او زي ما انت كنت بتقول تمييز حتى الهويه والثقافه او حاجه تعبر عنك. وانا شايف ان في شيء يعني من حق انا شيء مباح ان انا عايز اميز نفسي عن باقي الناس. يعني تمييز بقى الفرد بقى اللي هو صحيح. انا مختلف عنك، احنا الاثنين في مجتمع واحد، بس انا عايز اقول ان ده انا وباسلوبي. رقم 3 اللبس بيعبر اصلا عنك وبيدي انطباع عن اللي بيقابلك. ممكن يدي انطباع عنه والله ده شخص مهمل، ده شخص ملتزم. ده ملتزم هنا المقصود بيها مثلا ملتزم بكلامه او بمسؤولياته، او شخص ملتزم يعني دينيا، او شخص ملتزم بوقته مش عارف ايه. او لا ده شخص زي ما كنا بنقول مهمل، مش في دماغه، ما بيهتمش بالتفاصيل مش عارف ايه. فكل دي حاجات نقدر نشوفها من اللبس يعني. فدي في اهداف اخرى او ممكن حاجات تانية تكون من اللبس بشكل عام. نعم متهيألي تمام. ننطلق منين؟ فننطلق من الانطلاقه دي ونكون متفقين عليها. فنمشي كده واحده واحده. احنا كنا بدأنا يعني في موضوع القطع والكلام ده كله انه الاصل يا جماعه انه اللبس للستر، صح كده؟ فانت بالتالي رقم 1 محتاج تتأكد ان اي حاجة هتلبسها تكون ايه؟ بتستر العورات. ده رقم 1 يعني، ده الاصل. خلينا بس للاسف يعني احنا محتاجين ان احنا نبدأ نقول اساس الاساسيات يعني. تمام؟ فقد يكون الكلام فج شوية لانه يعني اي عم هو طبيعي انا مش هنزل يعني بالحاجة مش مستورة يعني. فبالتالي لكن نقول له مثلا خلي بالك انت ممكن تنزل بشورت فوق الركبه بحبتين 3 عشان بس مش عايزين نخش في الخلاف بتاع هي الركبه من العوره ولا مش من العوره يعني. فعلى كل حال يعني فارجوك يعني لو انت افترضنا ان انت لابس نازل بشورت يعني حاول يبقى الشورت يا عم. فاكر الموضه بتاعت الشورتات الواسعه الطويله شويه دي؟ حبها شويه يا عم لو انت قافش تنزل بشورت يعني. يعني هو يعني فعلا اللي هو من ناحيه خايف ان احنا نقلب الحلقه دي دينيه قوي، وفي نفس الوقت احنا بس خلاصه القول في النقطه دي. هل تعلم عزيزي المستمع ان العوره من السره للركبه بغض النظر عن الركبه نفسها اللي هي الصابونه يعني بتاعت الركبه داخله ولا لا، بس دي عوره الرجل قدام الرجل، فبالتالي هي اكيد عورته قدام المراه. يعني انت مش معنى ان انا والله انا خارج خروجه كلها ولاد وانا في مصيف او احنا قاعدين في البيت براحتي قدام اخويا فبقى قاعد بالاندروير ولا بالبوكس يعني لابس داخليه اللي هو حبيبي، لا تستر يعني بغض يعني انا نفسي بضطر ما اقعدش بمنظر او بحاجه زي كده في البيت قدام بنتي مع انها مش غير مدركه ولا مميزه ولا 3 سنين والكلام ده كله. بس ما انا لو اتعودت على ده هي لما تكبر وتميز انا هبقى اتعودت بالمظهر المعتاد اللي بيطلع فيه الاب في الافلام الفانيلا الداخليه البيضاء الشورت الجميل اللي هو لا حلو يعني. احنا ما ينفعش نلبس المايو بقى تحت اللي هو الشورت بس تحت بقى السره وفوق الركبه الهوت شورت ده. طب ما هيقول لك يعني ما ننزلش البحر. اصلا لو نزلت البحر مش عارف ايه هيتكشف. ما هو لما فاكر لما طلع الموضه بتاعت بقى حافظ على جسمك والبس مش عارف يعني دي الناس اللي بتفهم اصلا بغض النظر معلش على هذا التصنيف وهذا بتاع. بس عارف بيقول لك بيطلع بقى التيشيرتات اللي هي مش قطن وفي نفس الوقت بتحمي جسمك من الشمس وبتاع مش عارف ايه وتبقى لابس كات ولحد تحت الركبه ومش عارف ايه وكده. هو لو طلعت موضه هتبقى حلوه وزي الفل، لو مش موضه يعني. رقم 1 الستر يا جماعه. الستر اخونا عباس قال لك اهو من السره للركبه. احنا ده للشباب فهنتكلم عن الشباب يعني. لا احنا رقم 2 مالناش دعوه بس يعني يعني هم ما شاء الله يعني مش سكتنا خالص الحلقه دي. وهتعمل خلاف وناس كتير اتكلموا ولا احنا ونسبيش يعني مش قصتنا. رقم 2 يا جماعه ارجوك وانت بتلبس تيشرت لو انت مش لابس تحتيه الفانلة الحمالات بتاعت المصريين الجميله دي ارجوك البس تيشرت طويل لدرجه انك لما تيجي تركع ظهرك ما يبانش. ارجوك والله العظيم. الشيخ الجمعه اللي فاتت او اللي قبلها طلع قالها بالفم المليان. والله العظيم الله يبارك له. والله العظيم طلع قال يا جماعه ده انتوا مش بس ظهركم بيبان ده في حاجات تانية بتبان. فكده ما ينفعش يا اخوانا الله يرضى عليكم. شيء حزين والله بنتكلم يعني وبس. هو الناس لو قابلتنا
يعني حاسس ان الصوت لو حد ما شاف هيعرف ان احنا يقول لك يا عم دول الشيء والله ولا شيء على الله خالص. بس فعلا دي اساسيات الاساسيات يا جماعه. يعني تصلي وانت حضرتك مش باينه، حضرتك انت سجدت جزء من ظهرك بان، فطبعا اللي بان ده الجزء اللي تحت السره. شكرا حضرتك بان اكتر من ثانيه، الصلاه بطلت. ف اتقوا الله يعني وربنا يتقبل اعمالنا. يعني بغض النظر الناس اخر ممكن تصلي وتلتزم بكل ده، بس لو النيه مش خالصه فناخد بالاسباب، نساعد بعض، نفكر بعض. الحاجه التانية قلنا بقى التمييز، صح؟ وده شيء مباح. لا الاول بس احنا بنتكلم في تمييز ايه بقى؟ تمييز الراجل عن الست. ماشي. فاحنا عايزين بس نقول يعني اخواتنا الذكور والشباب وان شاء الله رجال يعني نحسبهم على ذلك، في شويه حاجات كده يا جماعه والله بتاعت ستات، يعني من الحاجات البسيطه لحد الاكستريم. ماشي يعني انا هوقع نفسي في مشاكل بس يعني هدوس. انا بصراحه انا ساكت. لا بس انا هدوس يعني. لو انا حاسس فخ بس ما تفضل دوس فيه يا حبيبي. حضرتك السلسله دي مش رجالي خالص يعني. بغض النظر بقى ما نخش في النقاش بتاع فضه ولا ذهب ولا خيط، حضرتك يعني انا بحس كده حاجه بسيطه كده. الحاجه الوحيده اللي مباحه او اللي ينفع او ليه لازمه ان احنا نلبس حاجه كده، ما كنا في الجيش وداخلين الحرب، فانت ده الامن مكان تلبس فيه بياناتك، عشان غير كده اي حاجه تانية ممكن تتشوه وتتقطع. في حته الحديده اللي بنلبسها في رقبتنا دي، انا اسف يعني، هي دي المميزه، انه لما بتموت وتتحرق من النار نعرف ان ده كان بني ادم اسمه مصطفى عطيه فصيله دمه كذا، القرص عدم الموزن المعدني. تمام كده. فرقم واحد السلسله دي مش يعني دي لبس بنات مش رجاله، فده تمييز بقى ده تمييز انثوي مش تمييز رجالي. رقم 2 اللي في ايدك ده يا حبيبي الساعه بس، والله العظيم اللي في ايدك ده يعني بحب الحظاظات يا جدع. لا معلش يعني ايه الحب في الحظاظات؟ لا بس الصراحه يعني انا مش بلبسها بس حاسس ان يعني يعني ايه المشكله؟ انا مش هلبس ساعه بس هلبس حظاظه، هيبقى عندك مشكله معايا؟ يعني بامانه يعني فاهم يعني. بص ماشي، الموضوع ممكن يبان يعني وفي تجديد وبتاع، بس انا حاسس ان انا طلعت اتربيت على انه البنات هي اللي لابسه غوايش في ايديها. حلو، يبقى احنا من اول هنا احنا دخلنا في مساحه عرف مجتمعي يعني. فاللي هو حاسس ماشي طبعا مش هقول ماشي، ما احنا كده بنتكلم تمييز رجاله وست انثى وذكور. ما انا برضو ما قلتش على السلسله حرام ولا حلال، انا ما دخلتش نفسي في المنطقه دي. اصل في المساحه دي هنقول تطويل الشعر، وان هو دلوقتي بقى تشبه بالنساء، في حين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده شعر وصل لودانه والكتف. ماشي انا ما قلتش ان تطويل الشعر، ما قلتش ان ده من الحاجه اللي هتميز الرجاله عن الستات. قصدي ده هيبقى يعني ده الرد من الطرف المقابل اللي هو يقول لك طب يعني انت تلبس لا ماشي هنعديها وتمام يعني. ناس كتير هتبقى متفقه، بس حظاظه ايه المشكله في حظاظه؟ مش انا بقول لك هو ده ماشي عرف، انا موافق معاك، انا بقولكش ده حرام ولا حلال يعني. تاني احنا بنتكلم دلوقتي في نقطه تمييز من وجهه نظري انا كمصطفى، بس يعني العباس لو عنده راي اخر يختلف. احنا دلوقتي يا جماعه احنا رقم 1 قلنا ستر العوره ده، فقلنا بس حدود معلوماتنا ايه الحلال يبان وايه الحلال وحرام يبان. لكن غير كده يا جماعه بعد كده احنا هنتكلم في وجهه نظر وعرف مجتمع عربي مصري مسلم. لكن لو حاجه بنقول دي حرام يا جماعه، لو احنا اصلا عارفين ان هي حرام ومتاكدين وده من المعلوم من الدين بالضروره هنقول. غير كده احنا متفقين من الاول خالص ان احنا لسنا اهل ان احنا نطلع نحلل حاجه او نحرم حاجه. تمام. فانا بقول لك وجهه نظري. تمام. فهل ده معناه انه هل انا بستنكر اي حد يعني لابس حظاظه؟ هل ده معناه انه ما حدش يعني يلبس حظاظه؟ هو حر ماشي. يعني انا مثلا هسمح لاولادي يلبسوا حظاظه؟ لا انا حر. يا ولادك من صلبك تعمل يا باشا اللي انت عايزه صح يعني كده. انت خرجنيش عن شعوري. خد عندك بقى حلق. لا ما شفتهاش بجد. صعبه دي حلقه في الودن بقى ده ايه يا عم مالك؟ لا في للاسف يعني، وده وصل مصر وفي ناس كتير من ما اعتقدش يعني الناس اللي بتسمعنا ممكن يكون حد كتير منهم شاف ده، بس في ناس ما اعتقدش ان في حد بيسمعنا عننا مبدئيا يعني.
عارف انت بتفكرني بايه؟ مره كده بتفرج على فيلم اجنبي يعني، عارف انت الناس اللي هي بتبقى بيقولوا كده شطه دي وقاعدين فوق جبل كده وعمالين مشغلين ستريم على طول وعارفين ان محدش بيسمعهم. كان فيلم اللي هو يعني وورلد وور، اللي هم يعني اسف تمام. تقريبا كان فيلم وورلد وور او الحرب العالميه حاجه كده بتاع توم كروز، اللي هو حد كان فاتح كده لايف ستريم او فاتح يعني تردد صوتي عمال يتكلم، هو اصلا محدش بيسمعه، هو عارف بس هو بيتكلم مع نفسه، وفجاه حد بيلقط اشاره، الاشاره دي فجاه من مكان بعيد وبتنقذه حاجه كده. بحس ان احنا هذا الانسان يعني احنا مستمرين يا جماعه باذن الله تعالى، ربنا يثبتنا ان احنا بنبث هذا البودكاست اللي ما حدش بيسمعه. نرجع تاني ما تخرجناش عن الموضوع عشان الناس الحلقه عشان الناس يعني اللي بتسمع. خلي بالك يعني مش موجود في اللي انت قلت. تمام، فدوس يا باشا. تمام كده. فاحنا كده كنا بنتكلم على تمييز ايه. انت عندك اضافه تمييز الراجل عن الانثى؟ لا يعني انا شايف ان فكره مثلا ما تلبسش جيبه مثلا، هل هيبقى مستنكر؟ انا كنت اقول لك يعني الرجوع بس في التمييز بين الاثنين ده هيبقى راجع للعرف ما هو معروف بالضروره في المجتمع، وده هيختلف في مصر طبعا من محافظه لمحافظه، وهيختلف في نفس المحافظه من حي لحي. فهتخيل ان في المساحه دي هيبقى الشيء الفاصل هو ان انت والله انت بتشوف اللي حواليك عاملين ازاي، وانت بيجي لك كده احساس داخلي ان انا لو عملت كده هبقى زياده عن اللزوم، مع ان في الاخر الحمد لله الشرع مديك اطار كبير تتحرك جواه، تتحرك جوه الاطار ده. فاللي هو بمعايير الشرع الجيبه دي ممتازه جدا ان الراجل يلبسها، ولكن بمعايير العرف المجتمعي لا، ما ينفعش. يعني في بعض الحاجات اللي زي كده هتوصل لدرجه التحريم، بس الناس تبقى فاهمه الازار، يعني تقصد ان لو الازار اعتبر مثلا، بتكلم عن الجيبه بالتحديد. ماشي، بتكلم عن الجيبه بالتحديد اللي هو لا ممكن توصل لدرجه الكراهه والتحريم في بعض الدرجات، فهتبقى راجعه للعرف المجتمعي يعني في فكره التمييز بين الاثنين، بغض النظر ودون الخوض بقى عن الازار والرداء وان هو طب ما هو ده كارديجان، طب ما هو مش عارف ايه، يعني برضو مش قصتنا. ولكن دي حاجه هيبقى صعب احنا نصيغها، لان احنا في الاخر مش عارفين مين هيسمع البودكاست ده وهيسمعها فين. ماشي، ولكن يعني العلم بالشيء احنا في مدينه نصر في القاهره في مصر، فاللي هو في اطار وعرف مجتمعي احنا بنتكلم فيه من اللي احنا شايفينه حوالينا يعني. طيب يبقى كان في تمييز ثالث اللي هو انت عايز تميز نفسك. انا انطلق بقى. يعني صدفه ان انا سافرت السعوديه لظروف شغل يعني، فكان من ضمن الحاجات المميزه هناك ان في اللي هو الجلابيه اللي هو الثوب اللي هو بيتقال هناك توب. فالتوب ده كل الناس بتلبس توب ابيض، الجلابيه بيضه، ولكن وده العرف المجتمعي هناك، والرجاله كلها لابسه كده سواء سعوديين او من بلاد عربيه عايشه في السعوديه، ولكن ده العرف المجتمعي. فبعض الاوقات وبعض المناسبات، او لو حد من زمايلي في الشغل بيجي مصر على فكره بيلبس شورت واسف يعني بنطلون وتيشيرت عادي جدا، فانا بيعجبني الموضوع ده ان هو خلاص انا جاي المجتمع ده بلتزم بعرف المجتمع ده، بس لما يرجع بلده بيبقى ملتزم بعرف البلد. فابقى ان هو يعني لو كل الناس لابسه جلابيه بيضاء هتميز نفسك بايه هناك؟ بالسبحه والقلم. في قلم بيتحط في جيب التوب، وفي سبحه في ايدك. وطبعا دي الحاجات الاساسيه اللي انت بتميز بيها نفسك. كل حد بيكون عنده حاجات شكل، سبحه شكل، مفيش نضاره شمس كده. اقول لك بقى عندك بقى براند التوب باين في حته معينه، ساعه، موبايل. التوب ده برضو ليه براندات جامده وبتاع. بس يعني من اللي انا لاحظته وشفته ما بتشوفش البراند بره، ولكن هيبان من التفصيله يعني هما من كتر ما هم ما شاء الله خبر في زي يقول لك لا التفصيله دي مختلفه، اللي بيبقى انا بحب ستايل الياقه دي، فالياقه تتقفل زراير ولا كباسين، طب الزراير باينه ولا مش باينه، ففي تفاصيل كده لطيفه يعني. فانت في اخر من حقك برضو تميز نفسك، ولكن دي بتبقى دايره اضيق شويه، لان انت بتميز نفسك يعني عندنا دايره كبيره، دايره الشرع، جواها دايره المجتمع او العرف المجتمعي، بعد كده جواها دايره انك تميز نفسك وذن العرف المجتمعي يعني. فانا شايف ان دي في اخر حاجات مباحه ومن حقك. فاحنا حابين نتكلم في الموضوع بتاع اللبس ده فعلا بدون افراط ولا تفريط، لان ولا هي تتساب سداح مداح، كل شيء مباح،
ولا هو والله يقول لك لا ده انت لازم تعمل كذا وما ينفعش تلبس الساعه، ده الساعه دي جايه لنا من الغرب، ده انت ما ينفعش تعمل اللي هو لا، في حاجات بقت خلاص مقبوله مجتمعيا فهتبقى مفيش مشاكل ان انا اعملها يعني. فده كان الغرض الاساسي. فكان من ضمن الحاجات اللي تخص الشغل اللي هو اللي انت كنت ذكرته، اللي هو اللبس في الاخر والتمييز ده بيدي شيء من الانطباع. فبالتالي احنا كده دخلنا في نقطه ان اللبس بيدي انطباع عنك، او انت بتاخد انطباع عن اللي قدامك من اللبس بالظبط. فشيء ام ابينا ده حاصل. بس احنا عايزين نقول بقى ازاي نسيب الاثر الايجابي ده بدون بقى زي ما انت بتقول كده ايه الافراط، وندي الموضوع اكبر من حجمه يعني. هو انا كان بالنسبه لي يعني فتره من حياتي كنت مهتم جدا بالشخصيه وطريقه الكلام والمعلومات، ولكن انا قلت ده المهم لان ده الشيء ده انا، ولكن مش مهم البس ايه. فكنت بلبس اي حاجه، ديفاين اي حاجه بس. يعني مثلا بتروح الشغل بالشورت، ده نقدر نعتبره تعريف اي حاجه. بخالف العرف يعني. في الشغل هناك الناس لابسه قمصان، واكتر حد هناك يعني متفلت هيلبس شيرت بولو على بنطلونات كلاسيك او بنطلونات جينز وفي اخر جزمه جلد. انا قوم لابس شيرت نص كم على بنطلون تريننج وكوتشي ورايح، او ان انا البس قميص مش مكوي على بنطلون جينز وكوتشي واروح. طب ده بيسيب عنك انطباع ايه؟ ما انا كان بالنسبه لي قلت ان خلاص يعني الناس تبقى مركزه على فكره اللي هو لا الشخص بتاع عباس وطريقه كلامه والمعلومات اللي عنده، بس لا ده بيدي انطباع ان عباس شخص مهلهل وانت مش مهتم بتفاصيل عاديه في حياتك. فببساطه كده ما كانش بيتسمع لي صوت ولا راي، ولا لما اقول اقتراح حد بياخده بجديه، عشان هو اصلا من المظهر الخارجي هو مش واخدك بجديه. فبالتالي احنا عرفنا ان مش هينفع انك تهمل ده قوي في بعض المساحات زي الشغل، زي المساحه بتاعه الجواز وشريك حياتك. فمثلا انا ممكن اكون عايز من مراتي اهتمام معين، فالاهتمام معين ده بيتطلب مني اتزين زينه معينه زي ما انا احب ان هي تتزوق لي، انا اتزوق لها واظبط دقني واحط ريحتي تكون حلوه واخد دش واعمل كذا. لكن لو انا مش ههتم بالمساحه دي، مطلوبش من الشخص قدامي احترام بالعافيه سواء في الشغل او بره سياق الشغل زي الجواز زي ما قلنا يعني. فخلينا بس برضو نوضح انه الموضوع توازن، بمعنى انه انت محتاج مثلا تلبس قميص وبنطلون مثلا، ولو لو افترضنا ان ده سمت الزي بتاع الشغل وهكذا. لكن الافراط بقى ان انت تقعد تجيب 36 قميص وتقعد تركز القميص ده لبسته اول امبارح وما ينفعش البسه تاني ولا لا وهكذا. فده الليفل اللي احنا بنتكلم فيه. ولا احنا عايزين نقول مش فارق معاك انت رايح فين والكلام ده كله، والبس اي حاجه، المهم انك ساتر العوره والمهم انك لابس لبس ولادي مش بناتي ومش عارف ايه والكلام ده كله، وروح يا عم وعيش. مش ده اللي احنا بنقوله. وفي نفس الوقت بنقول ما تديش الموضوع اكبر من حجمه وتحط على نفسك لود اللي انت لازم يكون عندك 60 اوبشن عشان الناس ما تشوفكش بنفس الاوبشن اكتر من مره وهكذا. فده يعني بس انا عايز اوضح للناس ان ده اللي احنا جايين بنتكلم او بندعو ليه النهارده، يعني فكره التوازن في موضوع الزي. فبالتالي انت هنا بتقول انه اللبس يوضح انطباع لدى الناس من لبسك. النقطه اللي بعدها اللي هو الناحيه التانية خالص، اللي هو طب ايه اللي هيحصل لو انا كنت مهمل تماما او مش مهمل، يعني اللي هو طب ما هو في ناس عظيمه زي هشام عفيفي، انا بحبه يعني، اللي عارف هشام عفيفي يعني هو خلاص هو موحد لبس معين وتيشيرت اسود او طقم كله اسود او ايا كان يعني. او ايه ده، هو انا ستيف جوبز. كنت اسالك هو نسيت اسمه يعني مستني عظيم ستيف جوبز، بس اخونا هشام عفيفي يعني يسبق طبعا ستيف جوبز. اتفضل. ستيف جوبز وناس بس انا عايز اقول حاجه، يعني ستيف جوبز عظيم على المستوى الاداري والنجاح ومشهور، مش على مستوى العظمه ككل يعني. شكرا. هو عنده بلاوي شخصيه بس مش قصتنا بالظبط يعني. ربنا بس ايه، ما حدش يكون بيسمع الاسم مننا ويروح يتخذه قدوه يعني. فايه المشكله؟ مارك زوكربيرج على فكره موحد، ومارك ويعني دحيح في ناس كتير كويسه مثبته اللبس. فصدفه ان يعني لو الناس فكرت او الولاد بقى، لو بنكلم الولاد لو فكروا
في الجيش كان ايه اللي بيحصل؟ كان احنا مفرنا من المرحله دي، سواء انت قضيت جيشك سنه او سنه وشويه، فاللي هو انت الصبح هو في لبس واحد خلال السنه دي كلها انت مش بتفكر تلبس ايه، هو انت عندك من نفس الافرول 4 تكرارات كده بتغير وبتلبس فيهم، وفي يوم اللي مش عارف الطابور الصباحي بتلبس طقم رياضي برضو موحد مفيش اي حاجه. فالمرحله دي لاحظت ان انا فيها انا كنت الموضوع كان فعلا مريح ذهنيا بشكل كبير جدا يعني، فحلو قوي. وفي اللي هو السعي للبساطه او المينيماليزم، الاتجاه دلوقتي يقول لك لا خلاص وحد حبه حاجات معينه، فنفترض تحت رمادي وفوق اسود، او يعني دايما بيميلوا للرمادي والاسود والابيض، بيقول لك وحدهم وخلاص ودلبك كله يبقى كده. فيمكن هشوف ده الناحيه التانية خالص، يعني على قد ما ده حلو وجميل ومناسب جدا للستايل او اسلوب عيشه معين ومش بهاجمه يعني، ولكن هو مش هينفع في كل الحالات، ووارد يبقى مرفوض مجتمعيا في السياق او النطاق اللي انت فيه، ولكن هو ليه المميزات بتاعته. فاحنا كده عندنا في طرفين بنبص لهم، اللي هو حد او مش طرفين يعني، خلينا كده نحدد لو احنا بنبص على تايم لاين او بنبص على بار معين، فعندنا اقصى اليسار يعني حد مهمل في لبسه تماما، واقصى اليمين حد مهتم بلبسه جدا لدرجه ان هو، وده كونسبت مهم ان بنفكر فيه، ان هو حابس نعم كتير عنده. انت عندك مثلا 12 قميص و5 7 8 تيشرتات، ماشي، انت بتلبس قد ايه منه على مدار الاسبوع؟ انت لو قعد بفكر فيها كده، انت لو قعد اكتر من شهرين 3 شهور انت في 3 4 قطع ما تلبسوش، انت دي نعمه انت حابسها عندك، انت محتاج تطلعها لحد تاني يستفيد بيها. تعدى 3 شهور ما لبستش الحاجه دي. طبعا اكيد مش بتكلم على لبس الصيفي والشتوي، بس انا بتكلم لو حاجه تنفع في كله يعني. فبرضه الناس ما بتحبسش نعم عندها، فما يبقاش عندك حاجات كتير قوي. وفي بقى حاجه كده في النص، ان انا ههتم واجيب حاجات شيك بس تكون هو نفس الحاجه وكتير. مش هقول ده في النص، بس هقول ان هو ايه، كل حد على حسب ستايل عيشته يحطها في حته في النص بين اقصى اليمين واقصى اليسار ده. فهو فهو توحيد اللبس ده ليه مميزاته، مش كله عيوب. فالناس ما تهتمش بيه زياده عشان ما يعملش حمل ذهني غير ضروري بالمره ان انت تواجهه في حياتك كل يوم. وان فعلا زي ما انت قلت، انا قابلتك بالطقم ده مش هينفع، اللي هو تحس اللي هو زي ما كان والدتنا يعني ابهاتنا يقول لك انت هتنزل تقابل فلان صاحبك بنفس القميص ما انت قابلته بيه اول امبارح ولا امبارح. الله يبارك لها الام دي والله مش مركزه. لا طب ايه المشكله يعني؟ فاهم اللي هو طب ما يجوز ان انا عندي بنفس قميص 2 وده حاصل، ممكن يبقى عندي نفس قميص نفس تيشيرت اكتر من حاجه. تقول لك لا ما هو كده هو يفتكر ان انت عندك لابسه نفس البتاع فيحس ان انت معفن. اللي هو مين قال كده؟ يعني اللي هو خلاص هوضح له يعني، فاهم، هنزل اقول له انا قابلتك ده قبل كده بس ده جديد، ده غير اللي انا عرقت فيه امبارح. ده مغسول ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فاحنا تاني بنقول في برضو جزء تاني مهم جدا، انه اللبس الخاص بالشغل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه في بعض الاعمال اللي بتتطلب انك لازم لا تهتم بلبسك وتلبس لبس معين. الناس بتوع البنك والمبيعات مثلا صعبوا عليا والله العظيم. والمبيعات يعني مش بيصعبوا عليا ان انا يعني هم بيتعبوا جامد صراحه، فاللي هو اتعب كده وابقى كمان موحد طقم، فاللي هو ربنا يقويكم يا جماعه. فانا بس كنت عايز اتكلم حته انه برضو فكر وشوف انت شغلك بيتطلب ولا. يعني مثلا عباس لما ذكر مثال قصته يعني في شغله وكده، في شركات تانية كتير جدا تلاقي اللبس اصلا كاجوال، تعالى باللي انت عايزه ومش عارف ايه، ولبسك ده بيعبر عن ستايلك، ومش ده يعني مش ده اللي احنا بنبص له او هكذا. انا بقولش ولا الشركه دي حلوه ولا الشركه دي وحشه ولا اي حاجه، بس بتكلم انه فكر وشوف المكان اللي انت فيه ايه السمت العام اللي فيه، ايه المتطلبات. انت لو واحد شغال في المبيعات فانت لازم تستثمر ان انت تكون لابس حاجه كويسه، مش لازم يبقى عندك منها 6، بس انت استثمر انك تجيب حاجه كويسه، حاجه او 2 كويسه. ده بمعنى ان هم يعني خامه كويسه، دايما مهندمهم او كويهم او مظبطهم ايا كان. تهتم ان انت تبقى لابس ساعه كويسه ولابس جزمه كويسه وهكذا، عشان دي شغلانتك. زي ما كنا بنتكلم على الانطباع، انت لما هتروح تقابل حد معين، يعني انا مثلا بتخيل
ربنا يوسع عليا مثلا ورايح اشتري عربيه ب10 مليون جنيه، هل لو انا رايح اشتري العربيه دي وواقف بيبيعها لي حد باين البساطه على لبسه، اللي هو مثلا يعني لبسه كله على بعضه ما بيجيبش 100 جنيه، هل انا هبقى مقتنع ان هو عارف امكانيات العربيه ديت وقادر يبيعها لي وقادر يلمس ده؟ ده يعني تحس اللي هو انا هشتري معرض تاني بالظبط. او هتعامل مع سيلز ايجنت مختلف يعني. فده برضو اللي كنت عايز اقول للناس لا تغفلوا برضو. احنا هنا لا ندعي او ما احنا مش جايين نقول يا جماعه اللبس ده مش مهم والمهم الدماغ والمهم، ما هو انا عشان الناس اصلا تسمع اللي في دماغي وتصدق ان انا عندي حاجه في الدماغ علم ينفع الناس تسمعه، فانا محتاج اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم جواب يبان من عنوانه، فانا محتاج العنوان يكون مقبول. انا بقولش ان انت ما تنزلش من غير ما يكون في ايدك الابل ووتش الاخر سيريوس، لو افترضنا يعني ان دي ساعه غاليه، طبعا بالنسبه لناس تانية ما بتسمعناش دي ساعات تعبانه. موضوع الساعات ده اقسم بالله انا اتسحلت فيه يوم واحد بس لقيت فيه ساعات اغلى من حياتي. تمام، نرجع تاني يا جماعه معلش على هذا الفاصل يعني. طيب يعني كانت صدفت على موضوع لبس ومظهر خارجي ده. انا كنت رحت شغل جديد، فانا فعلا كنت شغال فيها سيلز، وكنت بروح بدي برزنتيشن قدام مثلا من 8 ل 15 شخص على حسب يعني، ببيع لهم حاجه معينه. فانا كنت بروح ببدله وكذا. فجي في مره زهقت قمت رايح بقميص وبنطلون جبردين يعني. فاللي هو وانا المفروض بقى عندي خبره، كنت اشتغلت 3 4 شهور في الشركه دي، فانا انا عارف انا بتكلم عن ايه بالظبط، فخبرتي زادت. بس الناس ما كانتش دي كان من ضمن اسوأ البرزنتيشنز اللي اتقدمت يعني. والناس مش قابله، وبحاول افك القعده واتكلم معاهم ما بيتكلموش هو مش واخدينك جد، مش واخديني جد. اللي هو طبعا البيعه ما تمتش يعني الحمد لله يعني. ففعلا في بعض الحاجات هتحتاج تجتهد فيها يعني. حتى كان يعني رغم البساطه اللي كان الناس عايشه فيها زمان، في النبي عليه الصلاه والسلام كان برضو عنده لبس حلو قوي وشيك قوي يعني. فكان في الحديث الراوي البراء بن عازب: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء مترجلا، يعني ماشي على رجله، لم أرى قبله ولا بعده أحدا هو أجمل منه. فكتير يعني أرجع في تفسير الأحاديث ده أنه لا، البردة كانت جميلة جدا، وكان من أحلى البرد والأفضلها عند الرسول صلى الله عليه وسلم البردة الحمراء اللي كان بيلبسها. وحمراء هنا برضو يعني لو حد أول مرة يمر عليه حديث، هو كان اتقال في تفسير حديث ان لا، هو مش الحمار بتاعنا، هو الحمار عند العرب هي النبيتي، او ان هي البوردة كانت سودة وكان فيها خطوط حمراء، فاكمن المختلف هي الخطوط الحمراء، فكانت بيطلق عليها بوردة حمراء يعني. نقطة تانية نتكلم فيها وهي فكرة الموضة. ومين بيحدد الموضة؟ ولما ما كانتش موضة كانت وحشة، ولما بقت موضة بقت حلوة وبسمسم وتنفع وهي ماشيه اهي، ما هي تمام اهي. لازم تشوف تناقضات عينك، والشخص اللي كان لابس حاجه ويرفض الحاجه التانية بعدها بسنتين نفس الشخص الحاجه اللي كان رافضها دي يلبسها، يقول لك لا اصل هي مختلفه، اصل مش عارف ايه، ويقعد يطلع مبررات يعني، بيقنع نفسه. انت مقتنع باللي انت بتقوله ده؟ طب بعدين ما هم ممكن ناس ترد يقول لك طب ما هو الموضه ده مش سمت مجتمعي، فالطبيعي ان انا اتبعه، فايه المشكله في ده لما يكون سمت مجتمعي. هي الموضه يعني معلش يعني شركة حلوان للملابس هي اللي طلعت موضة المصريين، فده سمت المجتمع المصري فانت ماشي عليه. ده خرجناش عن شعورنا بقى يعني. طب يعني خلاص يعني خلينا يعني فعلا نوسع نظرتنا للمجتمع، ان هو انا طالب في جامعة، فالسمت المجتمعي هو المجتمع كله، مش مجتمع جامعة. لان انا لما الاقي مجتمع الجامعة ان الناس كلها حلقة القزعة ما شاء الله، كله حلق الكابوريا الجميلة دي اللي وجلد راسه باين من الجناب ومن فوق طويل جدا. احنا اتفقنا بقى ان الدايره الكبيره والاصل هو الشرع. صحيح، يعني ده رقم 1 يعني. فاحنا بنتكلم على فكره يا جماعه، يعني ما نبقاش ايه، لا تكن امعه، اللي هو الموضه بتقول ايه وانا معاكم. والله الموضه بتقول الواسع ده حلو ومريح وفضفاض وليه مميزات وبيمنع التسلخات ومش عارف ايه، فساعتها يبقى اللبس الواسع ده احلى حاجه في الدنيا. الموضه بقت السكن والضيق ومش عارف ايه والسكس باكس والعضلات تبان وبتاع، حد يبقى لابس واسع ساعتها؟ يا عم انت بيئه ولا ايه اللبس
انت ما عندكش هدوم، انت لابس هدوم اخوك الكبير ولا ايه؟ بس نتكلم احنا دلوقتي في 2013 وربنا يشهد في 2013 23 وان مثلا في 2021 و2020 كانت التيشيرتات الضيقه اللي ماسكه على الجسم دي مقطعه، دي جامده طحن يعني فاهم، دي معديه في فلنكات. ودلوقتي اللوس فيت، يعني ان انت تلبس كده تيشيرت على قد كده اللي هو ايه ده، لا ما تلبسه كده لوس فيت كده يبقى واسع. اللي هو انا بالنسبه لي الله يرحم والله العظيم كنت بلبسه من 2008 وخلي الله بيتريقوا عليها كلهم. مش عشان انا جامد والله، عشان هو مريح بالنسبه لي. انا الراجل بريح، انا طالما انا مش ده معيار حلو مش في الشغل انا عم البس حاجه اللي تريحني بالظبط، تريح ذهني وتريح جسمي وشرحه وبرحه كده تحتويني. ايه المشكله يعني موضوع الراحه ده؟ بس انا افتكر دايما عندنا الشباب الموضوع الاحذيه، يعني مثلا في الاحذيه انت لو في حذاء مريحك ما عندكش مانع تلبسه على ابيض اسود احمر اخضر، ده مريحني ويدوب واجيبه تاني. يعني لكن جردات لا. المهم يعني فاحنا بنتكلم بس على حته والله العظيم بيجري فيها كلاب وقطط والله يعني فاهم، ما فيش حد، ما فيش منطق اصلا ورا التفكير ده بس تمام يعني. فالموضه يا جماعه مش كل الموضه ينفع تتبع، مش اي حاجه تطلع ترند ندوس فيها. ويمكن ده برضو ممكن يرجعنا شويه لمعيار الجمال، فاهم يعني لما الناس كلها تبقى شايفه ده جميل فانت دلوقتي تشوف ده جميل وتلبسه. لو ده ما بقاش موضه فما بقاش جميل. فبحس برضو هل الموضوع يعني بغض النظر موضوع الجمال ده سياق اخر يعني، بس بحس اللي هو ايه، عارف انت لما تفتح دلوقتي اي حاجه قديمه وتتفرج على الاطقم اللي كانت لابسينها، البناطيل اللي هي مش عارف واسعه من تحت والقمصان اللي بيبقى طويله ومش عارف ايه الكلام ده كله، تمام. انا متاكد 100% لو دي طلعت موضه مثلا السنه الجايه، تمام، اوف ده الناس هتنبهر بيها وتعمل. هيبقى بس الفرق في الصور ان دي صور ابيض واسود وبكاميرا كواليتي قليل ودي كده بس. اقسم بالله نفس الفكره مثلا تلاقيها في النضارات. كان مره فجاه كده طلعت النضارات اللي هي زي بتاعه السبعينات ديت، الكات اي دي اللي هي مميزه مشدوده من الاطراف دي. يا نهار ابيض. وهو خلي بالك اصلا هم هيعملوا ايه يعني، هيجيبوا ايه جديد؟ هي دايره بتدور والله العظيم. يعني انت لو انت كده جيت اصلا اتبعت الموضه دي، لو انت بحثت بربع جنيه، بلاش بقى بجنيه زي الحلقه اللي فاتت، لو بحثت بربع جنيه هتلاقي اصلا مش هيجيب جديد. يعني انت هتاخد في موضه هتاخد 5 سنين، اللهم الا ان التقطيع ده موضه جديده عشان بس نكون صراحه مع بعض. ده التقطيع دلوقتي بقى في التيشيرتات، دي المفاجاه بالنسبه لي والله العظيم. كان صلاح مثلا في الصوره اللي جت، عايز اقول لك كان في صوره كده ليفربول جابت لعيب جديد وصلاح يعني بيستقبله وبيسلم عليه وبتاع، ومصورينه صوره ونازله، تمام. فالصوره الاولانيه اللي نزلت ان في قطع بس في اخر التيشيرت من تحت، فالناس كلها قالت يا سلام على صلاح العمل الواقعي، مش معنى ان التيشيرت فيه قطعه من تحت انه يرميه ولسه بيلبسه ومش عارف ايه وبتاع، تمام. نزلت صوره بعديه يعني الكلوز بقى واسع شويه يعني، او من زاويه اوسع تمام. فاتضح ان ده اصلا التيشيرت كله مقطع، دي موضه، التيشيرت غالي جدا بآلافات الدولارات يعني. فالله على الموضه وبتاع ايه يا جماعه في ايه يعني بجد والله يعني. فكره برضو تقطيع وصل للتيشيرتات ده مريب جدا يعني، مريب يعني. كتير بيقول لك احنا يعني لو تقعد توصف للاجيال اللي فاتت احنا هنبقى عاملين ايه النهارده، هو مش هيبقى فاهم انتوا ليه بتعملوا كده يعني. احنا بنجيب لبس بس بنشرحه يعني، لو ده ما جبتوش اصلا متقطع جاهز، لا ايوه تدفع عليه في فلوس يا حبيبي يعني. لا انت فاكر الناس بتجيب التيشيرت اللي بتجيب المتون بعدين تشرحه؟ لا في، انا عرفت ان في ناس كانت بتعمل كده. لا يعني هو قدام يعني في ناس حكت القصص دي والزمان قبل اصلا ما تبقى موضه يعني. اوكي. لا يعني ده في بناطيل مش بقى مش يعني مش بتشرحها، في قطعه يعني عارف اللي عند الحته اللي قدام الركبه دي متشاله. هو مش خط قطعه بالعرض كده، والله متشاله يعني. عارف انت احنا كنا زمان بنروح نعملها رفه وبتاع ونجيب حته، لا دي متشاله حضرتك اللي هو اصلا القماش قل وهي غليت، فاهم يعني. القماش المستخدم قال لك لا القماش ما قلش، لان هو بالاول بيعمل جينز وبعدين بيدخله في حكه كده زي المكوى، فاهم، وبعدين تتنفخ ويدوب القماش. احنا علينا احنا اتهرينا. فالله يبارك لكم يا جماعه. الموضه مش اي موضه نمشي وراها، الموضه والله العظيم دايره وبتدور. فلو انت عندك بنطلون من 5 سنين
لو هتسمع كلام عباس وما تحبسش النعمه دي عندك وتتصدق بيها ربنا يأجرك، لو لا فاركنه عشان هيطلع موضه وهتلبسه تاني موضه ان شاء الله. طيب احنا خلينا يعني فعلا ممكن نرابب يعني نرابب الحلقه. وسريعا كده في اخر نقطه، لو يعني ناس تخلي بالها في مخالفات شرعيه ممكن تكون في اللبس للرجاله بالتحديد يعني. فبسم الله الرحيم، ابتداء بقى من فوق لتحت، انت عندك شعرك، يعني اللي مش عارف يدور او يسال يعني ايه قزعه، وان الرسول نهى عنها. يعني في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. عشان انت بس اثرت برضه نقطه الشعر الطويل وكده. فجماعه الشعر الطويل مش قله تربيه ولا قله نظافه ولا اي حاجه، بس الشعر الطويل ده بحسه مسؤوليه تربيه يعني. اذا ما كنتش عندك القدره الذهنيه والماديه انك تهتم بشعرك الطويل فارجوك قصره. لا، وبغض عن التقصير بقى احنا بنتكلم في الحلقه واشيل حته من الحاجب واشيل مش عارف حته من راسي، لا يعني ندور في حاجات دي عليها مشاكل يعني. يعني بعد كده الهيئه والمظهر العام، انت اوريدي عارف ان عورتك من السره للركبه، ده كده عوره الرجال قصاد الرجال، انا مش محتاج اتكلم في الموضوع ده. واخيرا موضوع لو سيادتك مش هتلبس في النار الداخليه، من فضلك البس شيرت طويل لما تصلي لكن ظهرك ما بيبانش. وبالظهر ده انا مش قصدي بيها المقعده، يعني انا قصدي بيها الظهر بجد، لان هو حتى لو اللي فوق المقعده بان فده برضه تحت السره، لما تيجي تنقل النقطه اللي بانت دي من ورا لقدام فده تحت السره. ف يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. تلبسش سلسله، تلبسش حزازه، يعني اتباعك للعرف المجتمعي قدر الامكان. الذهب حرام اصلا. لا في ناس لسه مش عارفه تلبسش ساعه ذهب. تمام. احنا في اخر اللبس هو بيسبب ضغط نفسي، والناس بتهتم بيه بزياده، بيسبب ضغط نفسي ملوش اي داعي، فاحنا مش عايزين نوصل لهذه الدرجه. وفي نفس الوقت هو عامل مؤثر جدا في انطباعك الاول في انترفيو ومقابله شغل، لو انت رايح تخطب ان شاء الله او تتقدم لوحده، فده مهم انك تهتم بيه في بعض السياقات. والاهتمام بيه هتهتم بيه للدرجه اللي يخليك تبقى واثق في نفسك وانت بتعمل المهمه دي، من غير تاني افراط ولا تفريط. وان في اخر التوازن مهم. عايز تلتزم بطقم واحد شيك بس تكرره 5 مرات في دولابك وهو ده اللي تلبسه الوقت، ماشي لو ده مريح ليك ومناسب لاسلوب عيشتك. ولكن في الاخر يعني ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، فانت ربنا كرمك بتظهر الاكرام ده عليك، حتى لو هو نفس التيشيرت ونفس كل حاجه بس بتجيبه كويس، تجيبه غالي، تجيبه كذا، لا عشان ربنا كرمك، او انه يظهر في مظاهر اخرى يعني. وان الناس غلبانه، الناس حقيقي غلبانه ومحتاجه، والسوق محتاج، يعني مش السوق اسف، المجتمع محتاج مساعده جامده. فالناس اللي عندها فعلا لبس وحبساه انا مش عارف اصرفه فين. عندك الجمعيات، طب الجمعيه مش هتيجي على تيشرتين 3 صح، بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش اي مشكله، لو مفيش اي مشكله لو زهقت من التيشيرت تطلعه لله، وده هيبقى شيء حلو انك تطلعه وهو في حاله كويسه. بس انا دايما بفكر اللي هو ايه، انا دلابي على سبيل المثال مش دعوه بنفسي بقى، مالكوش دعوه بيا انا اسف، ولكن انا مش مقياس يعني. ولكن لو انا عندي 5 تيشيرتات ربنا رزقني واشتريت تيشيرتين جداد، اطلع 2، هو يفضل في الدولاب فيه 5، عشان الدولاب لو فيه 5 تاني، رقم 5 ده مثال، الدولاب لو فيه 5 انا هلف عليهم ال5 كلهم من غير ما احبس فيهم حاجه. طب انا هطلع تيشيرتين، اكيد مش هكلم جمعيه خيريه على تيشيرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، وسيادتك كده بتطلع الباسكت ولا بتطلع الزباله في كيس منفصل جنبه، يعني برضو الشخص اللي هيلبس الشيرت ده مش هيحب ان هو يكون متهان يعني ولا ريحته وحشه يعني، فسيادتك مشكورا تكون غسلته، تحطه في كيس منفصل وتحطه جنب فوق بقى الباسكت، على باب بيتك، على باب جامع. الحاجات دي كلها بتتاخد اول باول يعني. انا فعلا ما بيعديش نص يوم غير لما الاقي حاجه اتاخدت من قدام بيتي ما احطها كده في مكان اوريدي الناس بقت عارفه متكيس كده، سواء بقى جزمه، سواء تيشيرت، سواء بنطلون، او زي ما قلنا قدام مسجد. وممكن نلفت انتباه الغلابه كتير يعني. اتفضل. الاقربون اولى يا جماعه والله، يعني نقطه بنغفل عنها. صحيح. هي صحيح مجهده شويه عاطفيا او ذهنيا ازاي تصيغها بشكل لطيف، لكن والله الاقربون اولى. واقعد كده ابحث كده بذهنك، هل في حد من الاقارب القريبين او البعاد يكون عنده الاحتياج ده من غير ما يقول يعني، واعمل ده بشكل لطيف يعني. وانا شايف ان في اخر الهدف منه المساعده واسعاد الشخص الاخر، فهو فعلا
لو انت حاسس ان بناء لمستواك المجتمعي ده هيسبب له نوع من انواع الاهانه، فاكيد ما تعملش كده يعني. اي ماشي، ما انا بقول شوف صياغه حلوه، ما بقولكش تجاهل الاقربون خالص، يعني كوي وحطه في شنطه جديده وكانه هديه، يعني مش لازم يعني يبان. تفتكر انا ما صح ما جربتش الموضوع ده بجد يعني، بس هيبان انه ملبوس يعني، ما قعد معاك 3-4 سنين يعني. دي مشكله بس سنتين يا سيدي. يا سيدي انت لو كاوي معلش يعني، لو تيشيرت بولو وكاويه وطبقته وحطه في شنطه جديده، يعني شنطه ملابس جديده، مش كيسه سودا. دي فكره حلوه الصراحه، ما فكرتش فيها. ايه المشكله يعني؟ مش لازم يبقى بالتيكت يعني، عشان يا عم تشيل التيكت عشان ما يعرفش السعر مثلا يعني. وخلي بالك والله، والله حلو، ولو قريب يعني، ولو حد من الاقارب والبعاد اللي هو يعني انت متاكد ان هو مثلا ممكن ما يكونش شاف عليك التيشيرت ده قبل كده، هو على فكره نسبه 90% مش هيتخيل ان ده تيشيرت ملبوس او قديم. فاهمني؟ فبس يعني قلت الفت انتباه برضو لفكره الاقربون اولى، بدل ما احنا يعني خدها من باب صلة الرحم، من باب ادخال السرور، من باب زي ما بنقول يعني الاقربون اولى بالمعروف وهكذا يعني. وحاول ما تستسهلش برضو في موضوع الاخراج والصدقه ده يعني. يعني هو اسهل حاجه هكلم الجمعيه والمندوب هيجي وياخد، وانا كده عملت اللي عليا. حد الماما يخش المفرمه في المطبخ يتفرم والله، تيشيرت يتقطع ويبقى الكم مقبض حله والتيشيرت نمسح بيه تحت الحوض، ويعني حاجه تيشيرت كويس والله العظيم يعني. مش معنى انتوا مش لاقيين مخارج للصدقه يبقى انتوا تمسكوا تيشيرت تهدوه بالمنظر ده. انتوا عارفين ده بكام ده؟ ايش يلا خير يا جماعه، خليكم فاكرين احنا هنا ليه. اسعوا للجنه، استعينوا بالله واجتهدوا، والهدف يبقى واضح محدد، تعرفين احنا هنا ليه ورايحين فين، والطريق مستقيم ان شاء الله. وافتكر دايما سؤالنا اللي بنحاول نجاوب عنه: لماذا 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 نحن هنا؟